الكرة الحديثة دلوقتي بقت بتعتمد على الفانكشوال رولز، الأدوار الوظيفية، مش مركزك على الورق. ركز في الكلام ده يا صديقي اللعيب. يعني دورك بيتحدد على حسب الموقف اللي انت فيه، وده طبعا بسبب لو انت متابع زي ما انت شايف الديناميكيات الكتيرة اللي في الكورة، واللامركزية برضو الكتيرة، والفرق اللي بتتحرك ككتلة واحدة. فالحاجات دي مخليها الماتشات سريعة ومعقدة، ما بقتش بسيطة زي الأول وكل واحد بيتحرك في حتة معينة بس من الملعب علشان تسأل عن مركزك بس. لان انت عادي لو مدافع ممكن تلاقي نفسك مهاجم في بعض الاوقات، وانت لو مهاجم هتلاقي نفسك انت اول مدافع في اوقات كتير وفي حتت غريبة في الملعب عادي جدا. المهم يا صديقي اللعيب، الادوار دي متقسمة لادوار هجومية وانت معاك الكورة، وادوار دفاعية والكورة مع الخصم. فنبدأ بالادوار الهجومية وهم 5 اساسيين يا صديقي. المهم قبل ما ابدأ يا صديقي، الكلام ده انا هقوله لك بالعاميه مترجمه لك، وانت بقى دور على المواقف اللي بتتعرض لها على حسب الطريقه اللي مع فرقتك. كل واحد ليه ادوار وظيفيه غير التاني، ده مش كتالوج، بس انا هقول لك المرجعيات. نبدأ برقم واحد وهو المستحوذ، الراجل اللي معاه الكورة دلوقتي، الراجل اللي تحت رجل الكورة، اللي بيحدد المساحة وشكل اللعبة عامل ازاي. هو صاحب القرار في اللحظة دي. ورقم اتنين وهو الراجل اللي بيستلم، اللي فاتح زاوية تمرير للي معاه الكورة وجاهز وفاتح مساحة كويسة يستلم فيها الكورة دلوقتي حسب مكان زميله اللي معاه الكورة. رقم ثلاثة وهو الراجل اللي بيستلم بس مش مباشر، مش في الصورة دلوقتي، يعني الاندايركت ريسيفر، اللي هو السردمان، اللي هو هيستلم الكورة بعد ما يستلمها الاولاني اللي قلت عليه، اللي هو بيحضر علشان هيظهر في اللعبه اللي بعد دي. لو متابعنا صديقي هتعرف السردمان، هتفهم النص دي بالظبط. فالموقف ده انت بتتعرض له في كذا حته في الملعب والكوره مع فرقتك. رقم أربعة صديقي هو الانجيجر او المثبت او المانع، اللي هو هبسطها لك، يعني الراجل اللي بيتحرك من غير كوره، بيسحب معاه المدافعين، بيخلق مساحه لزمايله، بيثبت الخصم مكانه عشان زميله يفضى. رقم خمسة صديقي والأخير اللي هو المساند أو السبورتر، وهو الراجل اللي بيبقى عارف واقف مأمن اللعبة من بعيد، اللي هو لو متابعني برضو اللي هو في الريست ديفense، الراجل وانت فرقة معاها الكرة قدام وهو مأمن من ورا عشان يحمي الفرقة من المرتدات. ده بيبقى موقفه ايه؟ مش شرط يبقى رقم ستة بس. لو بتتفرج على فرنسا دلوقتي في كأس عالم هتعرف ان لا خالص، ممكن تلاقي واحد شايفه كان وينج تلاقيه يبقى هو السبورتر، تحسه رقم ستة. فشفت ده دوره الوظيفي مش مركزه. يعني على حسب موقف اللعب هو فيه، ساعات بيبقى راجل مهاجم وساعات بيبقى راجل تأميني، اللي هو ايش جاب ده لده، ولكن ده الدور الوظيفي اللي في الكورة دلوقتي احنا قلنا الخمس ادوار الهجومية الاساسية واحنا معانا الكورة. تعالى دلوقتي الكورة مش معانا في الادوار الدفاعية المتقسمة لاربع ادوار رئيسية. ونبدأ برقم واحد وهو المدافع الاول، وده اللي بيروح يضغط مباشرة كده على الخصم على طول اللي معاه الكوره، علشان بقى يعطله، علشان يقفل زاويه معينه من ناحيته، علشان يروح يقطع الكوره منه على طول مباشره، ايا كان هو اللي هيصده في الاول. ورقم اتنين يا صديقي وهو المدافع التاني، وده اللي واقف ورا المدافع الاول، اللي بيقفل اقرب زاويه تمرير للخصم. يعني الخصم وهو معاه الكوره فبيضغط زميله الاولاني عليه، فالخصم بقى وهو معاه الكوره قبل ما الكوره تتقطع منه مثلا فهيباصي او عايز يمرر، فهو يقرا هيمرر لمين، يبقى زميله ضاغط وهو قافل الزاويه اللي زميله ممكن يكون فاتحها علشان راح يضغط على الخصم. انت فاهم عايز اوصل لك ايه؟ هو برضه في نفس الوقت بيحمي زميله الاولاني اللي راح يضغط. رقم ثلاثة بقى هو المدافع الثالث، وده يا صديقي الراجل المأمن ورا كل دول، اللي كاشف اللعبة كلها، اللي بوازن الملعب. يعني لما زميله الاولاني يروح يضغط وزميله التاني يروح يغطي زاوية التمرير وراه، هو واقف موسطن نفسه بحيث التحركات اللي اتحركوها على حسب الموقف اللي هم فيه وازن المساحة بتاعة اللعبة كلها ككل. انت فاهم من الاخر يا صديقي، انت لو متابعني برضه فانت هتعرف اللي انا بقول عليه ده كله. المتابعين اللي قدام يبقوا عارفين كل ده، لان انا بشرح الفيديو بتاع البريس والكفر والبالانس. المدافع الاول بيبريس، المدافع التاني بيكفر، المدافع التالت بيبالانس. اضغط، غطي، اوزن. ارجع للفيديوهاتي وشوف الفيديو ده هتفهم التلاتة. نيجي بقى لرقم أربعة، هو البيتن، الراجل اللي اتضرب خلاص، اللي اترقص، فده مسؤول انه يرجع بأقصى سرعة. فمش دوره هنا انه يقف يتفرج بعد ما الخصم عداه، اللي هو من الآخر مسؤول انه يهيئ نفسه انه يدخل في الهجمة واللعبة تاني، اللي هو عادي ممكن يجهز لمرتدة يتحول لدور هجومي عادي جدا، او يجهز يغطي ورا زميله اللي راح ضغط عليه وحل مكانه. انت فاهم عايز اوصل لك ايه؟ وكل الادوار اللي انا بقول عليها دي تحصل في اي حته في الملعب. يعني ممكن المدافعين اللي بقول عليهم دول يكونوا اصلا مهاجم والوينجين عادي جدا. انت فاهم ملهاش دعوه، على حسب
انت فين. مش شرط خالص طالما مدافعين ان انا بقول الخط الدفاع الميسو جنان اللي ورا، مش قصدي خالص كده. فباختصار كده يا صديقي، الكرة بتعتمد على الحركة مش على الوقفة. فاللي هو دورك الوظيفي دي على حسب ما انت بتتحرك فين، والمواقف اللي بتتعرض له على حسب انهي حتة في الملعب بالظبط، مش على الوقفة بتاعت مركزك الثابت. خلاص دلوقتي يبقى كله بيجري في كل حتة. فاللي هو انت حتى لما تيجي تبص على لعيبة عالمية مثلا، شوف الدور الوظيفي بتاعهم، غير طبعا الدور الوظيفي اللي ممكن يطلب منك. كل دور وظيفي اللعيب غير التاني. يعني ما تجيش تقول الدور الوظيفي بتاع المهاجم، لا طبعا كده انا ما عرفتش اوصل لك المعلومه. فده بحر كبير. فده اللي عايز اوصله لك، ان الموضوع مش بالبساطه دي. لو الدنيا كتالوج كده وبرشامه وتاخد الادوار بتاعه مركزك وبس كده بقيت لعيب عالمي، كان الدنيا زمانيا بقت سهله. الموضوع اعمق من كده بكتير. بس برضه مفيش حاجه صعبه نهائي، بالعكس بالممارسه والتعود ان انت تهيئ نفسك انك تقوم بالادوار المطلوبه منك الوظيفيه دي، هتروح في حتة بعيد. ودي الزتونة اللي نادرا ممكن حد يقولها لك. اتمنى اكون فدتك. وكان معكم حازم زناتي، حد بيحب يعرف الكورة بتلعب ازاي. سلام.